الله يحفظكم. الله يبارك. ومسألة ثانية شيخنا، بعضهم يذكر الشيخ عثمان الخميس مثلا ذكر في تسجيل له أن الشيخ كان يغشش الطلاب في الاختبار إذا سئل لئلا يكتم العلم، وهذا غير صحيح، وسئل عنه الشيخ وأنا جالس وقال هذا كذابين. سئل عنه الشيخ الأمين أيوة وأنا موجود جالس. فقال قال له السائل، قال له أنا لا يحضرني من هو، لكن قال له الشيخ يقولون عنك أنك إذا سألوا الطلاب في أثناء الاختبار تجيبهم، وكأن هذا أنه خشية من أن تكون كتمت علما. نعم. فقال كذابون هؤلاء، هذا لا أساس له الشيخ. نعم. ثم إني سمعت من الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله أنه ما يدل على أن هذه المسألة مختلقة، أن الشيخ لا يراقب على الطلاب أصلا، ما كانوا يجعلونه يراقب على الطلاب. الله يحفظك. والمسألة الثالثة شيخنا قضية أنه كان لا يعرف بعض العملات الورقية وفئاتها أو فئاتها، هذا ما يعرف فئات العملة الورقية. أنا سمعت أنه الشيخ بكر أنه قال هذا، الشيخ بكر أبو زيد. أيوة. نعم. يعني أول شيء هو مستبعد، وأولته أنه يمكن غيرت بعض العملة بعض الأحيان تغير، لعله جاءه لعملة جديدة ما يعرفها. أنا أولت على هذا. أما أن الشيخ لا يفرق بين فئات العملات، وهذا لا أساس له كذلك. طيب المسألة الأخيرة شيخنا قضية أنه قال على شهادة الجامعة الإسلامية بأنها شهادة زور، هذا يعني تحوير كذلك، وينبغي أن يجعل الشيء في موضعه حتى تحوير للكلام. أيوة، حتى لا يكون محرفا. أنه الكلام إذا سيق بكماله يفهم. نعم. الشيخ سألوا أحد الطلاب في سنة رابعة في كلية الشريعة. نعم. قال له يا شيخ يعني كيف نعرف شهادة الزور وتعريف شهادة الزور؟ قال له إذا كنت في سنة رابعة ولا تعرف تعريف شهادة الزور، إذن هي اللي بتاخذها شهادة الزور. الله يحفظكم يا رب، جزاكم الله خير. الله يحفظكم. نقرأ ولا جواب محله. طالب سنة رابعة وهذا لما يقطع الشيء عن أصله يؤدي معنى آخر. نعم. الله يحفظكم. كان جواب هذه الأسئلة من شيخنا الشيخ الدكتور محمد المختار ابن محمد الأمين الشنقيطي صاحب الله البيان رحمه الله تعالى وحفظ الله شيخنا، وكان تسجيلها في يوم الأحد الموافق 23 من شهر جمادى الآخرة لعام 36 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.